مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. النهاردة هنعمل مع بعض الصابون السائل. هنعمله بطريقة سهلة ومكونات سهلة جدا. هوريكي التقل بتاعه. بصي بجد تقيل جدا، وكل ما بيقعد بيتقل. حبيت اشارك معاكم الفيديو دوت، يمكن تستفيدوا منه بمعلومة ولو صغيرة. يلا مع بعض نشوف هنعمله ازاي. اول حاجة معايا قشر الليمون زي ما انت شايفة كده اهوت. سلقته. اهم حاجة عندك في وصفة الصابون السائل ان انا المية بتاعت الليمون دي طبعا هضربه في الكبة، ونرجع مع بعض نشوف هنكمل ازاي. والمكونات بتاعتي كوباية نشا على نص كوباية سكر، والمكون الاساسي بتاعي اللي هو البطاطس زي ما انت شايفة. ولترين صابون سائل. الصابون طبعا دوت اللي انا غسلته، اللي انا سلقته وبعد ما سلقته ضربته. اضربيه في الكبة، اضربيه في الخلاط، اي حاجة، والمهم تصفيه كويس. هي المكونات دي بتاعتي. معايا دلوقتي 4 كوبايات مية. هنضيف السكر. هنضيف السكر على النشا ونقلبهم كويس. زي ما انت شايفة. افضل اقلبهم كده اهو. وهو بعد ما اتاكدت ان السكر ده كويس والنشا مفيش اي تكتلات، ابتدي بقى الخطوه التانية بتاعتي. هجيب كوبايه ميه دافيه خالص من الحنفيه، واضيف عليها 4 معالق صودا كاويه اللي هو البوتاص زي ما انت شايفه شكله. ادي اول واحده، ثاني واحده. هو قشور كده زي ما انت شايفاها. ثلاثه، 4. تبعدي ايدك عنه خالص، تبعدي ايدك خالص. وابتدي اقلبها برضو، وابتدي اقلبه كويس خالص. طبعا ما تخافيش، هتلقي الطبق اللي انت بتعملي فيه دوت هيسخن. ده معناه ان البطاطس بتاعك كويس، يعني مش فاسد ولا حاجه. الطبق بتاعي ابتدى يسخن، وهو بعد ما دوبته طبعا دوت لازم يبقى سخن، ما يبقاش بارد. انما لو في الصابون بنستنى لغايه ما يبرد، انما ده عشان انا عامله نيشه لازم يبقى سخن عشان الاتنين يتفاعلوا مع بعض. بس بمجرد ما حطيته ابتدى يتقل معايا من اول ثانيه، يعني ما خدش وقت مني خالص. مجرد ما انا حطيته يعني بس بثواني، يعني مش هقولك اخد وقت ولا حاجه. ابتدي بقى اقلب جامد في اتجاه واحد كده زي ما انت شايفه. اهو قلبته كويس، وكل ما بقلب بيتقل معايا خالص. ابتدي اضيف ميه الليمون.
طبعا مية الليمون هي اللي هتديني رغوة. وبرده هقلب. بصي من غير ما احط الصابون السايل معايا، بصي عطى لون ازاي. وهو بقى بعد ما قلبته كويس جدا فضلت اقلب فيه، كل ما اقلب بيتقل معايا لغايه ما زي ما انت شايفه. ابتدي بقى اضيف الصابون. طبعا الصابون ده اي لون انت تختاريه، مش شرط اصفر، بس انا حبيت اجيبه على اساس الليمون دوت، قشر الليمون لونه اصفر يعني يبقى شكله كده هو زي بتاع بره بالظبط. طبعا الطبق بتاعي صغير، انا هحطه في طبق كبير دلوقتي. اسهل طريقه بجد، طريقه سهله جدا، مخدتش وقت ولا خدت تكاليف خالص. يعني يعتبر ب5 جنيه، 5 جنيه الطاس. الصابون السائل برضو ممكن تعمليه بلتر واحد. بصي القوام، بصي بجد روعة. طبعا تخففيه زي ما انت عايزة، عشان بصي هوريك التقل بتاعه. بصي طبعا تقيل قوي، يعني انت مش معقول، لازم هتخففيه. وكل ما يقعد كل ما هيتقل. والمفروض ما تستخدموش اقل يعني بعد 15 يوم، يعني تحطيه كده هو في جيركن او اي حاجه، وما تستعملهوش قبل 15 يوم. يعني المعلومه دي اكيده بالامانه، يعني ما تستخدموش قبل 15 يوم. وهو ابتديت انقص الطبق شويه، وابتدي اضيف له ميه تاني. انا كده بوريكي ان كل ما انا هضيف له ميه هيبقى اتقل برضو. انت ممكن تخليه خام زي كده هوت، وتخليه كده هوت في اي حاجه عندك، ولما تعوزي تخففيه. انا بس قلت اجرب معاكم عشان كل ما اجي اخففه هيتقل برضو. معايا كميه كبيره زي ما انت شايفه اهي، عمل معايا كميه كبيره اكتر من. وحبيت اوريك الرغوه، بصي من غير اي حاجه، بصي بجد جميل. ولو عجبك الفيديو ما تنسينيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. باي باي.